كانت بتغني في الأفراح الشعبية، قررت إن هي تسيب الغناء وتتجه لعبادة ربنا سبحانه وتعالى. زوجها رماها ب5 أطفال في الشارع، دلوقتي مش لاقية تصرف على أولادها. هنعرف إيه قصة أم خلود ونسمع ونتعرف مع حضراتكم إيه التفاصيل. صباح الخير يا أم خلود. صباح النور. صباح الفل على حضرتك. أنا عاوزك بقى تحكي لنا القصة من الألف إلى الياء. والله هي القصة من الألف للياء. اللي أنا ست كنت بغني في الأفراح، وأنا جيت لقيت الدنيا يعني ما ينفعش، اللي أنا لما عرفت إن أنا ما ينفعش اللي أنا بعمله ده والكلام ده، وأنا خلاص تبت لربنا وقعدت. فلما قعدت جه أبو عيالي رمالي 5 بنات صغيرين. جيت أنا ربيت عيالي وجوزت 3 بنات، فاضل معايا بنتين بس. جوزت بنتين من العيد اللي فات دهون. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جوزت 3 بنات، جوزت بنتين ورا بعضهم يعني. ورا بعضهم. فيعني علي المشكله اللي انا عليا اقساطهم بس، والدنيا وانا ساكنه طبعا وعليا اقساط كتير. انا حبيت اسطر بناتي، يعني كل اللي في دماغي اللي انا عايزه اعمل حاجه لربنا ان هو يعني يتقبلني، بس يتقبلني عنده كده. والحمد لله والله العظيم، يعني ربنا هو شهيد وكيل على حالتي واللي انا فيه وعلى مشي ودنيتي وانا ماشيه ازاي، والدنيا كلها طبعا عارفاني. بس اللي طالباه بس من اخواتي ان وقفوا جنبي في اقساطي وحاجتي واللي انا فيه ده، بس مش عايز اكتر من كده. عليكي اقساط قد ايه تقريبا يا ام خلود؟ انا عليا حوالي يجي 15,000 للمطبخ، سديت منهم 2000 بس من عند ربنا كده. وعليا الرفايع يعني كلهم على بعضهم بيعملوا 35. طيب ايه دخلك او ايه الدخل بتاعك اللي انت بتقدري تصرفي منه على اولادك دلوقتي؟ انت بتقولي ان انت جوزتي بنتين، عندك 3 بنات لسه. ايوه. اعمارهم بتبدا من كام؟ انا يعني انا دلوقتي معاشي كله اللي هو المطلقين، اللي هو ما في يعني حاجات رمزيه مش اللي في دماغك. معاشي المطلقين دي حاجات رمزيه. تمام ماشي. بس انا طبعا يعني بصراحه بشتغل عندك وعند غيرك. يعني انا من ساعه ما قعدت قلت يا رب والله العظيم لو يا رب انا هعمل، انا هشتغل عند اي حد مش اشكال عادي. ومشيت على كده. بقالي دلوقتي مبطله، بقالي كام؟ بقالي دلوقتي 9 سنين. بقالك 9 سنين، وبفضل الله عز وجل ربنا من عليكي وزوجتي ولادك وعليكي اقساط خفيفه بعد ما سبت الايه. الحمد لله يا رب. تمام. بعد ما سبت الشغله دي. بعد ما سبت الشغلانه دي. طيب كلميني بقى، انت بتصرفي على اولادك ازاي، او الدخل بتاعك ايه اللي بيجي لك دلوقتي؟ انا هقول لك الدخل ايه. هو الدخل معاش المطلقين ده 325. ده مش حاجه. 325. ما هو انا ما كنتش نزلت العيال في المعاش ايامها، ما كنتش اعرف حاجه. انا اول ما قعدت في الشغل ده كنت لسه في دوامه يعني. تمام. ما كنتش اعرف حاجه لسه ايامها بصراحه يعني. تمام. فاللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. فانا من ساعتها وده الدخل اللي هو 325. وغير كده انا بشتغل عندك وعند غيرك في البيوت وهنا وهنا، وبمشي نفسي كده بالطريقه دي. بس الدنيا مأزمه خالص معايا، يعني الدنيا مأزمه خالص معايا في موضوع الاقساط، مش عارفه ادفعها يعني. وغير كده انا ساكنه طبعا يعني ساكنه ب1500 غير الميه والنور والغاز والحاجات دي. فانا لو مش ظروفي انا حد الله ما اطلع قدام كاميرا ولا قدام حاجه زي دي. انا اصلا عارف يعني والله العظيم ربنا عالم انا واقفه ازاي، يعني ربنا عالم انا بتكلم كده واقفه ازاي. بس هو الشكوى غير اللهم زل طبعا يعني. ونعم بالله. لما انا اقصد اخواتي في الله كلهم ان يقفوا جنبي في حاجه زي دي، انا مش زعلانه ومش متضايقه، ومش ان انا بقول قصتي دي انا ما كنتش عايزه اقولها وقلت لحضرتك. تمام. يعني بس انا قلتها عشان خاطر الدنيا كلها عارفه الحوار ده. يعني انا كل اللي في دماغي ان اخواتي يقفوا جنبي في موضوع قسطي وحاجتي ده بس. يعني انت دلوقتي يا ام خلود عندك 3 بنات لسه ما اتجوزوش. ايوه. وعليكي اقساط. طب يعني ال 300 دول بتمشي بهم امورك ازاي؟ ما هو ال 300 اللي بمشي بهم اموري ازاي؟ هو انا هقول لك حاجه. والله العظيم انا بتكلم بجد يعني. ما علينا بالكاميرا بقى اللي تصور والكلام ده كله. هو ربنا سبحانه وتعالى هو ما بيحب يقف جنب شخص بيقف، ما بيقفلها له بالخير او بيقفلها له ان هو يستره بيستره. تمام. ماشي. هتقول لي 300 بيعملوا ايه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. معانا بطلع مثلا اشتغل عندك وعند غيرك وهنا وهنا تمام، ومش ماشي على كده يعني. انا ماشي على كده. فبجيبها الاكل والشرب ده من عند ربنا كده بالعافيه. انا قصتي كلها موضوع الاقساط. موضوع الاقساط اللي عليك. موضوع الاقساط. انت قلت ان انت زوجت بنتين. انا جوزت بنتين. بنتين. وعليكي اقساط ليهم. عليكي اقساط قد ايه تقريبا؟ ما انا عليها اقساط قلت لحضرتك اهو هتطلع 35,000 كده. 35,000.
سدادهم امتى، او مطلوب سدادهم امتى، او بتاخد عليكم وصولات امانه مثلا كذا وصل ولا ايه؟ بتاخد عليها وساط امانه عند بتاع المطبخ ماشي، وعند بتاع الرفايع. زي ما حضراتكم شفتم، ام حبيبه كل قصتها ان هي اتجهت لربنا سبحانه وتعالى، وقررت او يعني اقتنعت ان هي اللي بتعمله ده يعني حاجه ما ترضيش ربنا او بتغضب ربنا، قررت ترجع لربنا. زوجها رماها ب5 بنات في الشارع. ام حبيبه دلوقتي دخلها 300 جنيه في الشهر، هي و3 بنات، عندك 3 بنات دلوقتي. ايوه. وعليها اقساط بمناسبه ان هي زوجت ولادها اللي قبل كده. كل اللي ام حبيبه عاوزاه، كل اللي انا عايزاه، انا عايزه بس موضوع عايزه اخواتي في الله كلهم يعني يقفوا جنبي او يرعوا لي نظره من عند ربنا. يعني سيبكوا بقى من الشكل زي الناس اللي بتبص للشكل او بتبص للتجاهل اللي بيبصوا له ده. لا، انا عايزاكم تبصوا ان دي واحده بطلت شغل عشان ربنا ومعاها بنات، يعني مش ساعدوني انا، لا ساعدوا الولايه بس. انا مش قصه انا. كل اللي هي عاوزاه ان هي بس بالله عاوزه يعني. دخل ثابت علشان تقدر تزوج ال3 بنات التانيين، وتقدر تسد الاقساط اللي عليها اللي باقيين من زواج البنتين الاولانيين.